يعني اطراف يجيبوا له الاطراف، اذا كان زيدان واذا كان عمار غالب. اموري وادواره الهجوميه المميزه، يعني اموري انا من اللاعبين اللي اتمنى دائما انه يزج للامام. يعني اليوم هو يلعب مع زيد اسماعيل اوتوماتيكيا منطقيا انه سيقوم بادوار دفاعيه كثيره، وانا لا احببها لهكذا لاعب. نحن بحاجه للاعبين اللي يلعبون للامام بصراحه، ليس بحاجه الى اللاعبين اللي دائما يقوم بالدفاع. زيد انا اعتقد ربما لاعب ارتكاز واحد يكفي، على اعتبار انه يجب ان توضع في مخيلتك انه ماكاو وتيمور الشرقيه ليست بالفرق القويه، لذلك انا اتمنى انه اموري يعطى ادوار هجوميه، لاعب جيد ولاعب الاسيست عنده مميز، وشاهدنا انه الهدف الاخير اللي سجله جاء من الخلف بطريقه مميزه، لذلك اعتقد طريقه 4-4. الاسماء برزت مع سكوب، ميرخاز دوسكي، الكسندر اوراها، زيدان اقبال، حسن عبد الكريم، قوقيه، وقاع رمضان. اسماء عديده برزت مع منتخبنا الاولمبي عندما قاد سكوب. لكن اليوم سكوب هو مدرب. انور الطريقي لاعب الوسط، عمار غالب للامام بعيده عن رضا، بعيده عن رضا فاضل مع السودان 1-1. وهذه المباراة أمام اليمن، ويوم الخميس إن شاء الله ستكون مباراتنا الأخيرة أمام المنتخب العماني الشقيق. هنا منتخبنا وحكم المباراة سالم عامر يشير إلى وجود خطأ، ركلة حرة مباشرة لمنتخبنا الأولمبي العراقي. بالسلامة لذو الفقار، بالسلامة لذو الفقار يونس. لاحظ الإعادة والتدخل من عبد الله الدقين لاعب وحدة عدن اليمني، يرتكب خطأ مع وجود ركلة حرة لصالح منتخبنا الأولمبي العراقي. عملية تحضير أحمد ماهر، لكن على الجانب الأيسر الشرفي قاسم الشرفي يحاول أن يمر، لكن حلوة لحسين عامر. تدخل ناصر محمدو لاعب نادي الشرطة، تقريبا نادي القوة الجوية أيضا وقع على أحد اللاعبين المنتخب اليمني، أحمد السروري مع نادي القوة الجوية، أحمد السروري. وهذا أحمد ماهر لاعب وكابتن ومهاجم المنتخب اليمني. كرة تمر إلى خارج الملعب بجوار القائم الأيسر لمرمى المنتخب اليمني. المباراتين كانت رسمية، واحدة منها كانت في كأس آسيا 2016 في قطر، منتخبنا فاز 2-0، وفي تصفيات آسيا 2020 ومنتخبنا وبالحضور الجماهيري والضيافة والكرم لمدينة الخير مدينة البصرة الفيحاء. والتقدم للأمام و3 ضد 4 المنتخب اليمني على حساب منتخبنا الأولمبي العراقي، قريبة لمنطقة الجزاء وحمزة محروس، لكن مرت من أمام حمزة محروس بسرعة تغطية دفاعية للاعب منتخبنا والعودة للدفاعات من أجل الإنقاذ. هذا زيد إسماعيل منتخبنا الأولمبي. هجوم الآن ذو الفقار جهة اليسار، عمار 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 عمار، وهدف أول، هدف أول لمنتخبنا الأولمبي العراقي، هدف أول لمنتخبنا الأولمبي العراقي يسجل في هذه اللحظات عن طريق رضا، وهدف لمنتخبنا. رضا فاضل يسجل أول أهداف منتخبنا الأولمبي العراقي بجملة تكتيكية جميلة عملها اللاعب ذو الفقار مع عمار غالب، وعمار بالمباشر إلى رضا فاضل، ويجد نفسه بمواجهة المرمى الخالي من الحارس ولاعبي المنتخب اليمني. وحلوة حلوة لرضا فاضل، لاحظ العمل الكبير من لاعبي الشرطة ومنتخبنا الأولمبي العراقي ذو الفقار يونس وأيضا عمار غالب. ورضا فاضل يجد نفسه بمواجهة المرمى الخالي من الحارس ويودعها في شباك مرمى المنتخب اليمني، ومنتخبنا يتقدم على اليمن بهدف لا شيء. رضا فاضل يتابع كرة جميلة زاحفة من عمار غالب اللي لعبها بشكل جميل وبإتقان للاعب رضا فاضل. هذا اللقاء إذا العراق الأولمبي يتقدم على اليمن الأولمبي بهدف لا شيء. رضا فاضل مع لاعبي المنتخب اليمني يطالبون بوجود راية على رضا فاضل، لكن راية جهاد عطية لم تكن موجودة، وبالتالي منتخبنا حصل على المركز الثالث وتأهل إلى أولمبياد ريو دي جانيرو. قابلنا المنتخب اليمني، هذه محاولة داخل منطقة الجزاء، وحكم المباراة يشير إلى وجود خطأ للمنتخب اليمني. تحايل، اعتبرها تحايل سالم عامر، اعتبرها تحايل على زيدان عبد الجبار، وبطاقة صفراء على زيدان عبد الجبار. زيدان عبد الجبار كان يطالب بركلة جزاء واعتبرها حكم المباراة سالم عامر. هذا زيدان عبد الجبار
اعتبرها تحايل على زيدان عبد الجبار. لاحظ الإعادة وحاول يمر زيدان عبد الجبار، وبالتالي المعروفي فيصل المعروفي تدخل مع زيدان عبد الجبار، ويبقى القرار لحكم المباراة الدولي سالم عامر. هل كان هناك ركلة جزاء؟ يبقى هو صاحب القرار سالم عامر. لاحظ الإعادة لهدف منتخبنا في مرمى المنتخب اليمني عن طريق اللاعب رضا فاضل اللي أودع الكرة في شباك منتخب اليمن، معلن عن التسجيل منتخب. وذو الفقار مرت، ذو الفقار يونس والده واحد من نجوم وهدافي الدوري العراقي يونس عبد علي، وطبعا الهداف اللي لم يصل لرقم يونس عبد علي أي لاعب عراقي كهداف للدوري، صاحب أعلى نسبة تسجيل في الدوري العراقي موسم 93-94 طبعا 36 هدف. وذو الفقار على خطى الوالد كمهاجم، عملية تغيير اللعب عمار غالب لاعب الشرطة، عملية التمرير الأمام وكرار سعد على المرمى بالمباشر. كرار المنتخب اليمني، اليمن قريبة لمنطقة جزاء منتخبنا، تدخل ممتاز من حسين عامر بالمباشر. عمار غالب، عمار 40 دقيقة ومنتخبنا يتقدم على اليمن بهدف لا شيء. وذو الفقار ممكن الآن منتخبنا الثاني قبل النهاية للشوط الأول. ذو الفقار يونس يحاول التلاعب بمدافعي المنتخب اليمني. الله 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 على ذو الفقار، الله على ذو الفقار، وهدف جميل ثاني لمنتخبنا الأولمبي العراقي. ذو الفقار يونس عبد علي يسجل ثاني أهداف منتخبنا الأولمبي العراقي بتسديدة قوية وبمساعدة مدافع المنتخب اليمني أمام فرحة جماهير العراقية المتواجدة القليلة في استاد البصرة الدولي لمؤازرة منتخبنا الأولمبي في هذا اللقاء الودي أمام المنتخب اليمني. حلوة يا ذو الفقار، مستقبل 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 لكرة القدم العراقية. ذو الفقار يونس وكل الأسماء الموجودة مع منتخبنا الأولمبي العراقي إن شاء الله الكثير منهم سيتواجد مع منتخبنا الوطني العراقي. والله على كرة جميلة سددها قوية ذو الفقار يونس بمساعدة لاعب المنتخب اليمني عبد الله الدقين. عبد الله الدقين هو لمس الكرة براسه وغير مسارها على حارس المرمى عبد الله السعدي لتعانق شباك. سيتواجد مع كربلاء، يواجه اثنين من زملائه في الموسم القادم طبعا اللي هم رضا فاضل وزيدان عبد الجبار، وعلاء عوشة راح يكون زميلهم مع في كربلاء. محاولة خطيرة، اليمن ممكن يقلص الفارق لكن مرت من أمام لاعبي المنتخب اليمني ومن أمام مدافعي منتخبنا الأولمبي العراقي إلى ركنية. السلام عليكم. المنتخب العراقي يتقدم بهدفين أمام نظيره اليمني في مباراة ودية قيمت في البصرة العراقية.